السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي المتابعين في كل مكان. معاكم الشاعر الرياضي أحمد صلاح، والنهاردة معانا مباراة في تنس الطاولة قوية جدا بين شبلين من أشبال تنس الطاولة المصرية، بين الكابتن أحمد السيد بيكي بلاعب الكابتن عمر إسلام. والمباراة دي فكرتني بقول الشاعر عمر فروخ اللي كان بيقول فيها: أعز الأسد أمنعها عرينا، وأشجعها إذا لاقت قرينة، وأوسعها صدورا في نزال إذا ضاقت صدور النازلين. سبيلك في الحياة سبيل جد، فلا تتبع سبيل الهازلين. فحي مع الرياضة إن فيها فوائد للشباب الطامحين، تزودهم بأجسام شداد، وتغرس فيهم الخلق المتين، وتبعث فيهم روحا شريفا، فيلقون المتاعب باسمين. فإن نزلت بأرضهم الرزايا سعوا في دفعها متكاتفين. وليس العزم مفخرة لشعب إذا لم ينشئ الوطن الأمين. فكن فينا رياضيا قويا، وكن في الأرض إنسانا معينا. هنا نبلغ العلياء زهوا، ونرفع رأسنا في الرافعين. شكرا لشاعرنا الجميل. ودلوقتي نخش نتكلم شوية عن المباراة يا جماعة. وطبعا أنا مش هتكلم معاكم عن أهمية الرياضة لدى الأطفال يعني، أو لكبار السن، أو الرياضة للجميع لكل الأعمار، من المهد للحد فعلا. يعني الرياضة دي بتحافظ على أجسامنا، وبتحافظ على عقولنا، وبتحافظ على كل حاجة يعني. فإحنا يعني اللي بيخليني أتكلم على الرياضة وفوائدها وكده، ان احنا بقينا في عصر طبعا كله قاعد ماسك المحمول وعمال يلعب وعمال يعني يخش، وعمالين يقلب في الشورتس وفي الريلز، وعمال يقلب في التيك توك. والحياة اللي هي بتاعتنا بتاعت زمان دي اللي كانت من غير محمول كانت جميلة جدا. كان الشباب والأطفال يلعبوا مع بعض بعيد عن الموبايل وبعيد عن الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي لهتنا كلنا، وبقينا قاعدين عليها على طول يعني. انما الرياضه لازم عشان ننشئ جيل وان احنا نبني مستقبل الامه، لازم الشباب بتوعنا ما ينسقوش وراء التكنولوجيا الحديثه انسياقا كاملا يعني على قد ما يقدروا ان هم يعني، مش بقول يمنعوها تماما، لا، ده يعني بيبقى فيه شويه كده وشويه كده. انما لازم يمارسوا رياضه، لازم يكون في مجتمع رياضي يحتوي المواهب ويحتوي الأطفال والشباب وحتى كبار السن، يحافظوا على صحتهم ويحافظوا على علاقاتهم الاجتماعية، بدل ما هي تبقى عبارة عن لايك أو ديسلايك أو قلب أو وش بيضحك أو وش بيعيط. لا، يكون في تواصل بين البشر وبين بعض يعني، وده من أهمية الحياة، وهي دي لازمة الحياة أصلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدلوقتي احنا نخش نشوف البطلين النهارده بيعملوا ايه. وفي برضه ماتش جامد ورا على الطاوله اللي ورا اهو، بين ميس احمد حسوبه وبين ابراهيم مكي. برضه ماتش جامد جدا اهو. شوف الكره بتتعاد، ميكي بيلعب فليك جميل جدا، وكان في كره زيها لعمر اسلام، بس احنا كنا بنتكلم ما لحقناش نعلق عليه. طبعا ما شاء الله الاتنين كويسين جدا، والشباب طالع صاعد واعد، وانا شايف مستقبل تنس الطاوله المصريه في الاجيال اللي طالعه دي هيبقى احسن بكتير، في حاله ان احنا المنظومه تهتم وتكتمل يعني. مش يبقى ولي الامر بس هو اللي ضاغط على نفسه وفي مصاريف اللعبه وفي تدريبات الولاد، لان كل الرياضات بقت مكلفه، والرياضه بقت صناعه بجانب الموهبة طبعا. يعني الموهبة بتبقى موجودة صحيح، لكن الصناعة دلوقتي بقت أهم من الموهبة كمان. يعني ممكن واحد ما عندوش موهبة أصلا وتصنع بطل، تصنع بطل بالمصاريف والالتزام والأدوات، ممكن تصنع بطل. بس أنا طبعا أفضل لما يبقى إنسان موهوب كمان ويتصرف عليه ويتعمل عليه شغل، هيبقى بطل جامد جدا. فربنا ييسر لولاة امورنا في الاتحاد المصري لتنس الطاوله ان هم يعتنوا بابطالنا الصغيرين اللي طالعين، بجانب اعتناء اولياء الامور طبعا. هم الاساس، وهم اللي بيبداوا مع اولادهم لحد ما يوصلوهم لمرحله زي ما احنا شايفينهم كده، ما شاء الله حاجه كويسه جدا. ربنا يبارك فيهم يا رب وفي اولادكم جميعا، ويا رب نشوف كل الابطال الصغيرين كده وفي مستوى اعلى من كده كمان. فده ماتش رائع. شوف توب سبين طالع، عمر بس دخل ايده، لو استناها بره هتعدي. طبعا هو فاهم الكلام ده، بس هو طبعا ضغط الماتش وضغط المباراه شيء طبيعي. المباريات اللي زي دي بتعلم الطفل المسؤوليه،
وبتعلمه ازاي يحافظ على الخصم، وازاي يعني يكون على قدر المسؤوليه وقدر التعب والمجهود، لازم يحاول يطبق اللي بيتمرن عليه. مره في مره طبعا في ناس ممكن تتمرن وفي التمرين تبقى جامده جدا وما تعرفش تطبق ده في الماتشات، ده طبيعي. ده طبيعي بالنسبه للي ما بيلعبش ماتشات كتير. اللي بيلعب ماتشات كتير مره في مره في مره هيبتدي يطبق اللي هو بيتمرن عليه وشاطر فيه، ويبتدي يكسب، وحاجه كويسه جدا. سبن بسبن جميل جدا، احمد ما بيجيبهاش اهوت باعاده، المخرج بيعيدها لنا، كرة عكسية ستريت ما بيلحقهاش احمد السيد. اتنين جمال جدا. وادي ما شاء الله ده عمر بيلعب ارسال كعيلة وطول، عيلة وطول منه. احمد ما سماش على الكرة، ضربها جات على طول. لازم نركز يا جماعة في الارسالات، واحدة 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 واحدة. انا مش عايز تشيلوا المسؤولية كاملة، شيء طبيعي. الايه الامور بتتاخد واحده واحده لحد ما نصنع بطل يعني، ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. وادي ارسال صدى، الكره طولت، محدش لف، ضرب طب. احمد السيد لف في كوره كان في واحده اسهل منها قبلها، ده فليك بس ما دخلش عليه. صح عمر؟ ارسال عمر دلوقتي. ارسال عمر بيلعب ارسال قصير على الفور هاند عند احمد السيد، بس بيجي نت، شبكه تعاد. بيلعب تاني الارسال، بيطولها له ليه؟ بتطولها وعاليه ليه؟ حلو حلو، بابا بيشجعه اهو ما شاء الله. هيلعب تاني ارسال. طبعا كانت عالية على الباك هاند، بيجري عليها متأخر. لازم نهتم بالفوت ورك، ولازم يكون عندنا خطط أحمال تدريبية للأبطال دول من وهم كده، عشان ما نقرص على العضلة أو نحرق العضلة، ونعمل جيل ما شاء الله يكون كويس جدا. ادي التعليمات اهو. عمر هيبتدي يلعب الارسال. ارسال الكرة بتطول، احمد السيد بيخش برجله وهي كرة طويلة مش مستاهلة، بتقع منه في الشبكة. سبن بسبن جميل جدا، سبن شوطة صاروخية، كان المفروض عمر يتحرك لها. يظهر اذا المخرج باين يظهر بيعيدها. سبن بسبن جه على الباك هاند، الكرة عليت عطاها له كروس، كان عمر لو اتحرك نص خطوة يرجعها له عادي. كل الكور الجامده بترجع يا جماعه يعني. نقول ايه بقى على سبنات مالونج ولينش دونج وفانزن دونج والناس دي ما بتتشافش. ده انا كورنا دي تعتبر ضعيفه بالنسبه للحاجات اللي هي اللي بره. يا سلام، حلو قوي حلو قوي حلو قوي يا عمر، جميله انت، برافو عليك، جبتها جميله. بس طبعا لازم لما تيجي عاليه للخصم، لو احمد السيد ضيعها نزعل برضه يعني. انت جبت كور جميله وهو كوره عاليه قدامه، لازم تتشط تيجي على الطاوله. جميل جدا، والمحاربه على الكوره. وانا سعيد يا جماعه بان انتوا تابعتوا الفيديو للاخر، وكان معاكم الشاعر الرياضي يا احمد صلاح، ومساكم بينج بونج.